وصلنا الموقع الجديد. الاسانسير ده اول مرة يتعمل له صيانة من الشركة عندنا، لسه جديد. الصيانة الاولى دي لازم تبقى بحذر، لازم تراجع على كل دوائر الامان، تراجع على كل حاجة في الاسانسير. نتابع مع بعض وهنعرف دلوقتي. في الاول ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك عشان تدعمنا نكمل. ويلا، اول حاجة هنبدأ بيها دوائر الامان، كالون وشوكة. اول حاجة نبدأ بيها، بما ان احنا في اول صيانة ما نعرفش ايه دوائر الامان اللي ملغية، ما نعرفش ايه فاتورة الاسانسير، فما ينفعش ان انت تبقى واقف رجل بره ورجل جوه، لان انت ما تعرفش دوائر امان ايه اللي ملغيه. والقاعدة ده حاول تستعملها دايما، ما ينفعش تبقى واقف رجل بره ورجل جوه، لا تبقى كلك بره لا تبقى كلك جوه، لان الاسانسير عبارة عن كارتة وشوية سنسورات. ممكن طبعا السنسورات دي تخرف، ممكن يحصل اي حاجة. اول حاجة هنراجع على دوائر الامان، نبتدي نختبر الشوكة. هنسجل دور، مفيش اي تأثير، كده الشوكة تمام. هعرفكم دلوقتي لو الشوكة ملغية او لو في اي حاجة في الشوكة تعرفها ازاي. هنعتبر دلوقتي ان الشوكة ملغية وحطينا الشوكة، ابتدى الكالون يطلع لبره واحنا مسجلين الدور. طبعا حطيت الشوكة ابتدى الكالون يطلع لبره، هو لسه لغى بس ثانية واحدة نسجل. حطيت الشوكة الكالون طلع لبره. المفروض الكالون ما يطلعش لبره طول ما الباب مفتوح، فبما ان هو ما طلعش بره والاسانسير مسجل فكده الشوكة ايه تمام. الاختبار التاني نختبر الباب يقفل لوحده ويتحرك لوحده بدون اي تدخل منك. تمام كده الدور الارضي تمام. الدور الاول سجلنا، التاني مفيش اي تأثير، قفلنا الباب اتحرك لوحده. الدور التالت دلوقتي احنا في التاني، هنسجل له التالت، مفيش اي تأثير، قفلنا الباب اتحرك لوحده. كذلك هنراجع على كل الادوار، هنراجع على كل الادوار ودوائر الامان، وهنبتدي نراجع على الشدادات والطرمبات. نبتدي نراجع على الشدادات. زي ما احنا شايفين دي اضيق حته ممكن يخرج منها شخص، دي اضيق حته خالص، يعني يدوب على عرض شخص. تسيب الباب يقفل لوحده. الدور الاول كده احنا بنراجع على الشدادات، اضيق حته ممكن يخرج منها شخص، تسيب الباب. الشداد هنا محتاج الشد شويه، هنرجع له. الدور الاول، الدور الثاني اضيق حته ممكن يخرج منها شخص، تسيب الباب يقفل لوحده. تالت اضيق حته، تسيب الباب يقفل لوحده. طب هنختبر الطرمبات ازاي؟ هنفتح الباب على الاخر، الطرمبه اهي، اللي ما يعرفش الطرمبه ده شكل الطرمبه تمام، بتبقى موجوده نازله هنا كده تمام. جزء هيدروليكي شغلته ان هو يبطئ الباب بحيث ان هو ما يرزعش في الجزء اللي هم اخر شويه دول تمام. ان هو دي شغل الطرمبه ان هي ما ترزعش الباب. هنفتح الباب على الاخر، تسيب الباب مفيش اي رزع. هنجرب مثلا الرابع، نختبر اول حاجه الشداد، ادي حته ما قفلش. الشداد الرابع محتاج الشد، يبقى كده عندنا اول ورابع. هنبتدي دلوقتي المرحله اللي بعد كده نجرب الزراير، نشوف في اي زراير بتعلق ولا لا. هنبتدي نجرب من الطرف زي ما انا بجرب كده تمام.
تمام. المفروض ان الزرار يدخل ويطلع في صوت تكة، يدخل ويطلع، ما يخشش ويتحشر. واضح ان مفيش هنا اي زراير بتعلق. الزراير كلها تمام. بنشد دلوقتي على الشدادات وهنوريكم الباب بعد ما اتشد. واضح ان الشداد اللي هنا قديم، هنحاول نشده يا رب بس ما يتقطمش. نجرب. ادي حتة تمام. جرب تاني. ادي حتة تمام. هو محتاج لفتين كمان عشان يبقى اقوى شوية. نجرب تاني. كويس. انزل. هنراجع الزراير الخارجية، اتأكد ان هي مفيش فيها اي تعليقة. الدور التاني. هنراجع طبعا على كل الادوار. اول تمام. وده شكل الدور الاول بعد ما خلصناه. ادي حته تسيب الباب يقفل لوحده. هنبتدي دلوقتي نطلع فوق ظهر الاسانسير بحيث ان احنا ننضف الحساسات ونزيت الدلايل. وصلنا فوق الاسانسير موجود خشبلي طبعا هحطها بره هنا. تمام. ظهر الكابينة، ثانية واحدة شغل الفلاش. ظهر الكابينة زي ما احنا شايفين حالة كويسة. هنبتدي بس ننضف الحساسات، توقف البطيء. تمام. هنبتدي نزيت الدلايل. تمام. جايبين معانا طبعا جيركن زيت بدون ذكر اسماء. هو زيت الصيانة بيبقى زيت تروس 140، زيت لزوجته 140 من غير ما نذكر اسماء اي انواع زيت عشان محدش يفكر انها بنعمل دعاية او اعلان. الحساسات طبعا زي ما احنا شايفين متوسخة مش كويسة، هننضفها. في حاجة اكتشفتها وانا فوق ظهر الكابينة هنا مش مبشرة خالص، زي ما احنا شايفين الصدى اللي موجود على الوايرات. تمام. هنخلص هنا وهنطلع فوق عند المكنة نشوف الصدى ده من ايه ولا وصل لحد فين. احنا بننضف طبعا الحساسات هنا. خلص واوريها لكم. اهم حاجة في الحساس المقدمة بتاعته اللي هو الجزء الاولاني ده. تمام. انا حاولت انضف على قد ما اقدر بس واضح ان واقع هنا اثر بوهية. تمام. فمش بتتشال. ضربنا الحساس بشريحة مغناطيس شغال كويس مفيش اي مشاكل. نبتدي نزيد دلوقتي الدلايل. وكذلك الدلائل بتاعت الدم. خلص الكابينة بس.
ندخل زي الدليل التقل ونطلع فوق عند المكنة. سامعين صوت الطقطقة دي؟ محتاجين نطلع دلوقتي عند المكنة عشان نشوف الطقطقة دي من ايه، ونشوف الوايرات شكلها مصدي بالشكل ده ليه. المكنة زي ما احنا شايفين صار تآكل في الطارة، والريش طاير داخل على المكنة موجود على الطارة زي ما احنا شايفين. واضح ان الشركة اللي كانت بتعمل صيانة مكانتش بتطلع هنا عند المكنة. تمام، هنعالج احنا الكلام ده دلوقتي. هنبتدي نحط زيت على الوايرات هنا عشان نقلل التآكل والاحتكاك. تمام، ونبتدي ننضف المكنة وننضف الطارة وننضف. اهم حاجة في التنظيف هو تنظيف الموتور، الجزء ده بتاع الموتور، لان ده في الملف والمبينة الجزء ده اللي بيسخن، فوجود تراب على الجزء ده هيخلي درجة الحرارة ترتفع اكتر. والجزء ده برضو مهم لان الجزء ده في الملف بتاع الفرامل، الجزء ده برضو بيسخن، فوجود تراب على الجزء ده برضو هيخلي الحرارة مرتفعة فيه. الزيت اللي هنستعمله دلوقتي زيت للزوجتو 50 بتاع الموتوسيكلات، هيكفي الغرض بدون ذكر طبعا انواع. اللزوجة اللي هنستعملها 50. هنبتدي دلوقتي نكب زيت على الوايرات ونشغل مع الكنترول من هنا. هنخلص واوري. ده شكل الطرتين بعد ما خلصوا الوايرات. تمام، صوت الطقطقة طبعا خف شوية وهيخف اكتر مع الحركة. ده الشكل النهائي. ده شكل الكنترول. طبعا الكنترول حالته مش احسن حاجة، مش متهندل خالص. الصيانة الجاية ان شاء الله هنجيب له غطيان ونبتدي نهندله نروق عليه. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو وفادك متنساش تعمل لايك عشان تدعمنا نكمل.